فيلمنا بيبدأ مع كاتيا واللي بتكون بنت شاطرة جدا وبتحلم إنها تكون عارضة أزياء علشان تشتري كل الحاجات اللي نفسها فيها. وبيجي يوم وبنشوف كاتيا مع مامتها واللي بتكون خايفة عليها من السفر لوحدها، وبتقنعها كاتيا إنها تمشي لأن مش فاضل كتير على ميعاد إقلاع الطيارة لحد ما بتقتنع مامتها وبتمشي. وبتستنى كاتيا مامتها تمشي وبتروح علشان تسجل دخول في المطار، وبنكتشف إنها طالعة رحلة لمدينة دبي مش فرنسا زي ما قالت لمامتها. وبعدها بتقعد كاتيا علشان تشرب قهوتها مع زميلتها ليزا واللي بيكون باين عليها الهدوء والغموض، على عكس كاتيا اللي بتكون متحمسة وبتفضل تحكي لها ازاي كدبت على مامتها لأول مرة في حياتها وقدرت إنها تنجح في ده علشان تكون عارضة أزياء مشهورة. ولكن ليزا بتقول لها إنهم مش عارضات أزياء زي ما هي فاكرة، وإنهم بس مجرد بنات جسمهم حلو. وبتستغرب كاتيا من ردها لكنها ما بتهتمش، وبيقوموا علشان ميعاد الطيارة. وبعدها بيوصلوا على مدينة دبي، وفي طريقهم بتسأل كاتيا ليزا عن اللي هيحصل بعد وصولهم. وساعتها بتقول لها ليزا إنهم هنا علشان متعة العرب الأغنياء، وإنهم مش هنا علشان تتصور كام صورة وتبقى موديل زي ما هي فاكرة. وبتفضل كاتيا مصدومة لما بتفهم إنها مش شركة لعارضات الأزياء، وإنها مجرد شبكة دعارة كبيرة لاستيراد البنات. ولما بيوصلوا للشقة اللي هيقعدوا فيها بتكون صغيرة جدا على عددهم، وبيناموا كلهم جنب بعض على سرير واحد. وبيبان إن كل واحدة فيهم عندها هدف عاوزة إنها تحققه من خلال شغلهم كفتيات ليل. وساعتها بيرن جرس الباب، وبتقوم ليزا تفتحه وبتلاقيه صاحب الشقة وجايب معاه السباك علشان الحمام بتاعهم بيسرب ميه ومحتاجين يصلحوه. ولما بيشوف كاتيا بيعرف انها وجه جديد، ولكن بتحذره ليزا انه يقرب منها وبتكذب عليه وبتقوله انها اختها. وفي تاني يوم بتروح جاليا وكاتيا لمعرض عربيات كبير علشان يستلموا عربيه فخمه ويقدروا انهم يتحركوا بيها في شغلهم. وهناك بيقابلوا ليزا واللي بيعرفوا انها شغاله عند سيمون صاحب المعرض، وده علشان مراته ما تشكش انه ليه علاقه بفاتة ليل. وبتطلع ليزا بعدها لسيمون واللي بيكون عاوزها علشان يدخلوا في علاقه. وبتستغرب كاتيا ان ليزا اتاخرت، لكن جاليا بتفهمها اللي بيحصل. وبعدها بشويه بتنزل ليزا واللي بيكون سيمون كافئها بعربيه فخمه بعد علاقتهم. وبتفرح كاتيا وجاليا ساعتها بالعربيه جدا، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم انهم راكبين العربيه دي. وفي الطريق بتلاحظ كاتيا ان ميشا وليزا بينهم حاجه، وبتتكلم مع جاليا وهي مستغربه الموضوع. وده لان ليزا بتدخل في علاقه مع سيمون وفي نفس الوقت مع ميشا اللي بيشتغل عند سيمون. فبتعرفها جاليا ان ليزا بتحب ميشا، ولكن في نفس الوقت بتستغل سيمون انه غني وبيقدر يدفع لهم الايجار وبيصرف عليهم. وفي الليل بتتكلم كاتيا مع مامتها علشان تطمنها عليها، وبتتحجج ان اللاب بتاعها كان بايظ ولسه مصلحاه. وبتفضل تحكي لها عن قد ايه باريس جميله وان الناس اللي فيها طيبين جدا. وبتفضل كاتيا تكذب على مامتها لحد ما بتصدقها وبتطمن عليها. وبنشوف بعدها ليزا واللي بتعمل مكالمه علشان تسال عن شخص اسمه كوستا. وبعد شويه بتاخد ليزا البنات وبيخرجوا يسهروا في مطعم، وفي المطعم ما بتكونش كاتيا فاهمه هو مين كوستا، وبتفضل تسالهم عنه لحد ما بيوصل كوستا واللي بيكون حواليه حراس كتير. وبنشوف وقتها ليزا اللي بتقوم تقابل حارس منهم اسمه ديما، وبيبان ان في بينهم اتفاق على حاجه معينه. وبعدها بتديله ليزا فلوس في مقابل انها تعرف كل حاجه عن كوستا زي الاماكن اللي بيروحها والحاجات اللي بيحبها. وبترجع ليزا بعدها للبنات، وبتكون كاتيا مصدومه لانها بتكون فاكره ان ليزا دخلت في علاقه مع الحارس الخاص بكوستا. ولكن ليزا بتشرح لها انها كانت بس بتدفع له فلوس في مقابل انه يعرفها نفس الاماكن والحفلات اللي بيروحها كوستا، وده علشان تقدر تلاقي الوقت المناسب في انها تتعرف عليه وتقدر تصطاده. وبعدها بيروحوا البنات على الحمام وبيشربوا مخدرات علشان يقدروا يكملوا اليوم. وبتقرر كاتيا تبقى زيهم وتحط هدف هي كمان على زبون علشان تقدر تصطاده. وبتحط فعلا هدفها على شخص اسمه سورين، وبتبدا انها تتعرف عليه. وساعتها بتنصحها ليزا انها ما تندفعش قوي اتجاه سورين لانه شخص مش غني جدا، وانها ممكن تلاقي حد احسن منه. ولكن كاتيا بتكون سكرانه ومش في وعيها، وبتقرر انها تجرب. وبترجع تاني لسورين واللي بتعرض عليه انهم يمشوا ويقضوا اليوم سوا. وبيوافق فعلا سورين بكاتيا وبياخدها وبيمشوا. وبتفضل ليزا قاعده لوحدها في المكان وهي بتراقب كوستا لحد ما كوستا بيمشي هو ورجالته. وساعتها بتقوم ليزا هي كمان وبترجع البيت وهي متضايقه لانها ما قدرتش برضه تقرب منه، وبيظهر انها بتحبه لانه حد مختلف ومش مهتم باقامه العلاقات زي باقي الرجاله. ولما بتوصل ليزا البيت بتلاحظ ان جالي قاعده حزينه وبتعيط، وده لانها بيبقى نفسها انها تلاقي حد يحبها بجد. وساعتها بتقول لها ليزا انها تعيش على ارض الواقع، وده لانهم مش في مجرد قصص افلام، وده لان هما واللي زيهم مفيش في حياتهم فرصه للحب الحقيقي وان حد يكون معاهم. وبنشوف كاتيا بعدها لما بتوصل مع سورين على بيته، ولكنها بتخاف ومش بترضى انها تطلع معاه. فبيتضايق سورين منها لانها رفضته وبيغصبها انها تدخل في علاقه معاه لحد ما بتفقد وعيها. وبترجع كاتيا بعدها على البيت وهي تعبانه وبترجع بسبب اللي حصل معاها. وفي تاني يوم بتيجي بنت علشان تدربهم اكتر وتعرفهم طبيعه الشغل، وبتقول لهم ان ممنوع يتكلموا او يرغوا مع اي حد من العملاء، وانهم كمان ممنوع يطلبوا فلوس زياده عن اللي اخدوها. فبتتكلم كاتيا مع ليزا
بتركز بصوت واطي وبتسألها ازاي ممكن تتصرف لو هي مش حابة تدخل في علاقة مع حد من العملاء. فبتعرفها ليزا ان مهربها الوحيد انها تقول انها عندها ظروف، وساعتها هيهربوا ويخافوا من العدوى. وبعدها بنشوف كل البنات وهم بيجهزوا علشان هيتعرضوا على العملاء، واللي بيكونوا المرة دي من شيوخ العرب الأغنياء، واللي بتقرر كاتيا انها ترقص علشان تصطاد حد فيهم. وساعتها بتعجب واحد من العملاء فعلا، ولكنها بتخاف منه وبتقوله ان عندها ظروف. فبتاخدها رئيستها وبتزعق لها لان بسبب اللي قالته كل العملاء اللي كانوا موجودين مشيوا، وان كل البنات خسروا مكسبهم الليله دي بسببها. وفي تاني يوم بتروح كاتيا مع ليزا الحفله اللي سيمون عاملها في المعرض، وبتتراهن ليزا مع كاتيا ان سيمون هينده لها دلوقتي من ورا مراته علشان تقابله في مكتبه. وما بتكملش كلامها وبتلاقي ان سيمون فعلا بيشاور لها، فبتقوم بسرعه علشان تروح له. وساعتها ميشا بيتضايق وبيروح وبيحاول انه يتعرف على كاتيا، وبيقول لها ان هو اللي جاب ليزا لسيمون وان هو اللي علمها الشغل، ولكنها صدته في الاخر. وبيبان ان ميشا متضايق من اللي بتعمله ليزا، فبيروح يجيب مرات سيمون لمكتبه، وده علشان تشوف جوزها وهو بيخونها مع ليزا. وبترجع ليزا بعدها وهي حزينة وبتحكي لجاليا وكاتيا عن اللي حصل لها وطرد سيمون ليها، وإن بسبب ده احتمال كبير ما يلاقوش إنهم يدفعوا الإيجار. ولكن بتطمنهم كاتيا وبتهديهم وبتعرفهم إنها هتقدر تتصرف ومش هتخليهم محتاجين لحاجة. وبتقرر كاتيا بعدها إنها تروح لسورين وبتعرض عليه إنها تعيش معاه في شقته في مقابل إنه يدفع لهم الإيجار ويصرف عليها هي وزمايلها. وبيظهر وقتها إن كاتيا بتمشي في نفس طريق ليزا علشان تقدر توفر احتياجاتهم. وبيبدأ سورين فعلا إنه يصرف على كاتيا وأصحابها، وبيخرجوا وبيشتروا اللي هم عايزينه وبيرجعوا من بره سوا وهما مبسوطين. وفي يوم بترجع كاتيا وليزا من بره وبيلاقوا البيت مقلوب وجاليا معيطه ومكتئبه، وده بسبب انها ما لقتش حد يجيب لها العربيه البورش اللي كانت بتحلم بيها من زمان. وساعتها بتخرج كاتيا مع سورين وبتطلب منه العربيه البورش اللي جاليا نفسها فيها، وبيكون سورين شايف انها هديه غاليه جدا عليها. فبتعرفه كاتيا انها لصاحبتها مش ليها، وبيستغرب سورين من تفكيرها. وفي اثناء ما بيكونوا قاعدين سوا فجاه بتتصدم كاتيا بوجود مامتها في نفس المطعم اللي هي فيه، وبتنزل تستخبى تحت الترابيزه بسرعه. وبيستغرب سورين من تصرفها المفاجئ، فبتعرفه كاتيا ان مامتها قاعده في الترابيزه اللي وراه، ولو شافتها هيحصل لها مشكله كبيره. وده لان مامتها فاكره انها في باريس في منحه وما تعرفش انها في مدينه دبي. وبيعدي وقت كبير وبتفضل كاتيا لسه مستخبيه تحت الترابيزه لحد ما بيتعصب سورين عليها وبيقول لها انها لو خرجت ساعتها هيجيب لها العربيه البورش اللي عايزاها. فبتفرح كاتيا من كلام سورين، وبمجرد ما بتطلع من تحت الترابيزه بتشوفها مامتها، واللي بتتصدم من شكلها ولبسها وبتحاول تاخدها وتطلع بره المكان. ولكن ساعتها بتتعصب عليها كاتيا وبتعرفها انها مش هتمشي معاها ولا هترجع على موسكو تاني، وده لانها من النهارده على علاقه بالراجل اللي هي شافته معاها دلوقتي، وانها حياتها كلها بقت هنا. فبتفهم مامتها وقتها من طريقتها ولبسها انها شغاله في الدعاره، وبتنهار مامتها جدا وبتتخانق معاها وهي بتحاول انها ترجعها. ولكن كاتيا ما بتهتمش وبتروح تركب العربيه مع سورين وبيمشوا. وبترجع كاتيا بعدها لاصحابها وبتحكي لهم وهي فرحانه ان سورين قرر انه يجيب لهم العربيه اللي هم عايزينها، وبتدي لجاليا مليون جنيه علشان تشتري العربيه البورش اللي كان نفسها فيها. وبتتبسط جاليا جدا بده وبيحتفلوا سوا، وبتفضل كل واحده فيهم تحكي حكاياتها واحزانها ولكن بسخريه، لحد ما بيجي تاني يوم وبتاخد كاتيا جاليا وبيوقفوا تاكسي يوديهم سوق العربيات المستعمله، وده لان الفلوس اللي معاهم مش هتكفي العربيه جديده. وساعتها بيفهم السواق انهم رايحين يشتروا عربيه، فبيحذرهم السواق انهم ياخدوا بالهم كويس، وده لان نصابين كتير. فبتقول له كاتيا انهم مش بيفهموا وانهم محتاجين حد يساعدهم انهم يشتروا عربيه كويسه. فبيقرر السواق انه يساعدهم وبيروح معاهم علشان يفحصوا العربيه اللي اختاروها، وبيتفقوا على ميعاد مع صاحب العربيه علشان ينقلوا ملكيه العربيه الجاليه وتشتريها. وفي الليل بيروحوا يسهروا في المكان اللي فيه كوستا، وبيظهر ان ليزا حزينه وده لانها مش قادره تتعرف عليه. وساعتها بتروح لكاتيا وبتحاول انها تتكلم معاه، ولكن الحارس بتاعه ديما بيحاول انه يمنعها، ولكن بيطلب منه كوستا انه يسيبها وده بسبب جرأتها. وساعتها بتبدا كاتيا انها تتكلم مع كوستا وبتعرفه ان الحراس بتوعه كتير بيحاولوا انهم يمنعوا اي حد يقرب منه، ولكن في نفس الوقت بياخدوا فلوس من بنات كتير في مقابل انهم يعرفوه من الاماكن اللي بيروحها وبيسهر فيها، وكانه محميه طبيعيه بيتفرجوا عليها من بعيد وممنوع اي حد يقرب منه. وبيستغرب كوستا من كلامها واللي هي بتقوله، لحد ما بتكمل كاتيا كلامها وبتحكي له عن قصه لبنت صغيره واللي كانت بتعيش مع والدها ومامتها، واللي كانوا دايما في مشاكل وخناق مع بعض، لحد ما في يوم بيقرر والد البنت دي انه ينتحر وينهي حياته.
ومن ساعتها البنت دي اكتشفت إنها ممكن تكون مدمنة أو عاهرة ومحدش هيهتم بيها، وده لأن الشخص الوحيد اللي كان بيهتم بيها مات. وفي النهاية هي بقت مجرد بنت تايهة بتدور على أب ليها في وسط كل راجل بتقابله في حياتها. وبنفهم إن البنت اللي بتحكي عنها هي نفسها صاحبتها ليزا. وبعدها بشوية بترجع كاتيا ليزا وبتعرفها إن كوستا أخيرا عزمهم في بيته علشان يتعرف عليهم، وبتفرح ليزا جدا بالخبر وبترجع وهي متحمسة وبتختار أحسن فستان عندها علشان تروح بيه مقابلة كوستا واللي بتتمنى من زمان إنها تقابله. وفي نفس الوقت بتصدم كاتيا، وده لأنها بتكتشف إنها حامل، وبتكلم سورين علشان يحاول إنه يساعدها، ولكنه بيتعصب عليها لأنها قومته من جنب مراته وبيلومها إنها بتتصل بيه في وقت متأخر. فبتعرفه كاتيا إنها حامل وإنها مش عارفة تعمل إيه، وده لأنها أول مرة. فبيرد عليها سورين بكل برود وبينصحها إنها تروح تنزل الطفل في أي عيادة، وده لأنه أكيد مش هيسيب مراته ويتجوز واحدة شبهها. فبتتصدم كاتيا من رده، وده لأنها كانت فاكرة إنه بيحبها، وبتعرفه إنها مش عاهرة زي ما هو بيقول، وده لأنها كانت بتحبه وكانت فاكرة إن هو بيحبها. وبيجي تاني يوم وبتنزل ليزا علشان تروح لكوستا، وبتلاقي إن الحارس ديما هو اللي جاي علشان ياخدها. أما جاليا فبيتصل بيها السواق علشان يفكرها بالميعاد اللي هيشتروا فيه العربية، ولما بيتقابلوا بيعرف إنها هتنزل معاه لوحدها، وده لأن كاتيا تعبانة وما قدرتش إنها تنزل معاها. وبتصحى كاتيا بعد نوم كبير وهي مكتئبة وحزينة، وبمجرد ما بيرن الباب بتجري تفتحه بسرعة ولهفة، وده لأنها بتبقى فاكرة إن اللي جاي هو سورين. ولكن لما بتفتح الباب بتكتشف إنه ميشا، واللي بيكون جايب ورد ليزا علشان يعترف لها بحبه ليها ويعتذر لها. ولكن بتعرفه كاتيا إن الأوان فات خلاص، وده لأن ليزا دلوقتي عند كوستا. وبتطلب كاتيا من ميشا إنه يوصلها في طريقه لو فاضي علشان عندها مشوار مهم، وبتروح العيادة علشان تجهض الجنين. وبيكون ميشا متضايق إنها لوحدها وبيعرفها إنها لازم تكلم مامتها، ولكن ساعتها بتتعصب عليه كاتيا وبتزعله. فبيتحرج ميشا لأن كل اللي في المستشفى بيبص عليه وبيسيبها لوحدها وبيمشي. وبعدها بتدخل كاتيا أوضة العمليات وبتكون قاعدة خايفة ومرعوبة، وبتطلب من الدكتور شوية وقت على أمل إن ممكن سورين يجي ويمنعها إنها تنزل الجنين. وفي نفس الوقت ده بتكتشف ليزا إن ديما خاطفها علشان ينتقم منها لأنه بسببها هو خسر شغله وبقى مجرد سواق عند كوستا. وبتحلف ليزا إنها ما قالتش أي حاجة، لكنه مش بيصدقها وبيعتدي عليها هو وأصحابه علشان يعاقبها. وفي الوقت ده بيوصل سورين فعلا على المستشفى اللي فيها كاتيا وبيسأل عليها، لكن كاتيا بتكون مسجلة الدخول باسم مستعار، وعلشان كده ما بيطلعش أي بيانات عنها وما بيقدرش سورين إنه يعرف مكانها ويمنعها. واللي في نفس الوقت بتكون بدأت عمليتها للإيجاد بالفعل. وبنشوف جاليا هي كمان، واللي بياخدها السواق لمكان بعيد ومهجور، وبيظهر إنه طمعان في الفلوس اللي معاها وبيطلب إنها تسيب الشنطة والفلوس وتمشي. ولكن جاليا بتحاول إنها تهرب منه وتحافظ على الفلوس لحد ما بيمسكها السواق وبيقدر إنه يقتلها وبيسيبها وبيمشي وهي مرمية في الشارع. وبنشوف ليزا واللي بيكون ديما وصحابه اعتدوا عليها وبيسيبوها مرمية على الأرض وبيمشوا. وبيعدي الوقت بعدها وبنشوف كاتيا واللي قررت في النهاية إنها ترجع لمامتها ولحياتها بعد ما كل حاجة اتدمرت، وبتدخل في حالة اكتئاب لفترة، وده لأنها ندمانة إنها ضيعت حياتها ومستقبلها بنفسها بسبب إنها كان نفسها تمتلك كل حاجة زي الشهرة والفلوس. وبيخلص الفيلم ده بصوت عبد الله طارق، وكتبت السكريبت سارة عاصم. ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم واللي فهمتوه من الفيلم، وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. يلا سلام.